الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، الحديث إن شاء الله عن خصائص ليلة القدر. وذكرت فيما سبق خصيصتين: الأولى أنها أنزل فيها القرآن العظيم، كانت أول نبوة النبي صلى الله عليه وسلم ورسالته، كانت هي مقدمة الإسلام إلى غير ذلك. والثاني أن العمل فيها خير من 1000 شهر، زيادة على 80 سنة. عمل في ليلة واحدة يعادل عمر إنسان طويل العمر على الطاعة. والخصيصة الثالثة أنها ذات قدر، يعني ذات شرف، لأن الله عز وجل جعل فيها خيرا كثيرا للأمة. وكل ما كان الإنسان أقرب لإخلاص الطاعة واتباع الشريعة ولزوم السنة، كان أحظ أوفر حظا من هذه البركات، لأن الله تعالى وصفها بأنها ليلة مباركة، فهي مباركة على العاملين أصلا، مباركة على العاملين أصلا، وقد يستفيد غيرهم منهم من بركة أعمالهم. ولذا إنها وصفت ليلة قدر، يعني ذات شرف ومنزلة عالية جدا، ولها خصائص وفيها كرم وجود من الله جل وعلا. وصفت بأنها ذات قدر لأن الملائكة تنزل فيها وتكون أكثر من عدد الحصى في الأرض. والملائكة عليهم السلام لا يتنزلون في مواسم الطاعة وعلى أهل العبادة إلا بالخير والبركة، فهم يؤمنون المؤمنين ويثبتونهم ويدعون لهم ويشهدون لهم ويعينونهم على ذلك، فيحصل فيها من التيسير للخير والإعانة عليه والمنة بالإخلاص فيه ما لا يحصل في غيرها. ولهذا قال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة. فهي ليلة مخصوصة في السنة ينتظرها عباد الله الصالحين حولا كاملا، ويحصلون فيها خيرا لا يحصلونه في أعمار وأعوام متواصلة خالية منها. الأمر أو الخصيصة الرابعة إنها فيها يفرق كل أمر حكيم. ما هو؟ قدر. فالقدر الذي في اللوح المحفوظ عند الله جل وعلا لا يعلم به سواه، فإن الله أول ما خلق القلم قال له اكتب، قال ما أكتب يا ربي؟ قال اكتب ما هو كائن ليوم القيامة. فهذا سر، والقدر سر الله تعالى في خلقه لا يعلم حتى يتحقق، وهذا من حجة الله جل وعلا على الناس. فيفصل في ليلة القدر من اللوح المحفوظ إلى صحف الملائكة ما سيجري في السنة من هذه الليلة إلى مثلها من العام القادم. وربما مشتغل في تجارته، وربما مشتغل في ماشيته، وربما مشتغل في حراثته، واسمه مكتوب في الموتى. ولهذا تكثر الوفيات في شعبان وفي أول رمضان، لو لاحظتم هذا في كل عام، لكن الناس ما يدرون لا يشعرون إلا بحوادث معينة لأنها نهاية آجال. فلذلك هذا سر، يعني يفصل ويسمى التقدير الحولي، يفصل من اللوح المحفوظ. فإن اللوح المحفوظ أول ما فيه التقدير الكوني اللي في الملكوت كله، وفيه التقدير العمري اللي يتخصص بالناس طول أعمارهم، يكتب رزقه وأجله وعمله وخواتيمه شقي أو سعيد. ويكتب يفصل التقرير الحولي السنوي، هذا هو. والتقرير اليومي نفسه، التقدير اليومي أيضا يفصل.
فلذلك الذي يعنى بهذه الليلة بالدعاء والذكر والعبادة والإحسان وكف الأذى واجتناب المحرمات والتوبة من الخطيئات، هذا يكون له حظ من حفاوته بهذه الليلة، فيلطف الله عز وجل به، يلطف به لطفا خاصا، فييسر له العمل الصالح ويعينه على ترك القبائح، ويضاعف له الثواب أكثر مما يستحق، ويضاعف له العمل ضعفا يفارق فيه كثير من الخلق. فهذا من لطف الله عز وجل، من ألطافه في مثل هذه الليلة، ليلة القدر. فلذلك قال تعالى: يفرق فيها كل أمر حكيم، أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. كذلك من خصائصها ما أشار الله تعالى إليه في قوله: سلام هي حتى مطلع الفجر. كيف سلام؟ سلام للمؤمنين العاملين، للمسلمين بحسب إسلامه، لأن المحسنين أخص من المؤمنين، والمؤمنين أخص من المسلمين. فنخبة عباد الله جل وعلا جعل الله وإياكم منهم هم المحسنون، ودونهم المؤمنون، ودونهم المسلمون. فهذه الليلة سلام بحسب هذه المراتب من الدين، فإن أوسع المراتب وأدناها الإسلام، وأضيق منها وأعلى الإيمان، وأضيق من ذلك وأعلى الإحسان. وهذا ما سأل عنه جبرائيل النبي صلى الله عليه وسلم عن الدين، سأله عن الإسلام، ثم سأله عن الإيمان، ثم سأله عن الإحسان. فاجتهد عبد الله أن تكون من المحسنين، جعل الله وإياكم من المحسنين. قال العلماء رحمهم الله في تفسير هذه الآية: سلام هي حتى مطلع الفجر، إنها ليلة سالمة من الشر، صافية رخية هادئة بلجة مضيئة، تنشرح فيها الصدور، تتيسر فيها الأمور، يعان فيها على العمل الصالح، يتفضل الله عز وجل فيها على نخب من خلقه بالقبول والمتجر الرابح، جعل الله وإياكم من الفائزين بذلك كله. ومن ذلك قالوا إنه لا ينفذ فيها حسد في تلك الليلة، ولا ينفذ فيها سحر، لا ينعقد السحر. وهذا لأهل الإيمان، كل بحسب إيمانه، إحسانه، إيمانه، إسلامه. كل ما كان أمكن في الدين صار آمن على نفسه، صار في حرز من الله جل وعلا، فلا يصل إليه الشر. سلام هي حتى مطلع الفجر، يعني من غروب الشمس إلى مطلع الفجر. وحسبكم أن الملائكة عليهم السلام على الأرض لا يحصيهم إلا الله في تلك الليلة. لماذا؟ لأنهم يتنزلون على ذكر الله جل وعلا، وتلاوة كلامه، ودعائه، والشكر لنعمه، والعمل بطاعته، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يحضرون أهل هذه الأعمال ويؤمنون عليهم. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون الذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلمه فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقم عذاب الجحيم ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم. ما هو لك أنت بعد؟ يدعون لوالديك بسببك أنت وأزواجهم وذرياتهم. انظروا كيف البركة، إنك أنت العزيز الحكيم. والأخيرة وقهم السيئات، يعني مستقبل نصرف عنهم السيئات، كما جاء في الدعاء الصحيح المأثور: اللهم إني أسألك بأنك الله لا إله إلا أنت أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تغفر لي ذنوبي جميعا، وأسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنان الخلد. جعل الله إياكم من هذا الفضل الكبير. والثاني الدعاء آخر: اللهم اغفر لي جميع ما مضى من ذنوبي وعصمني فيما بقي من عمري ووفقني عملا صالحا يرضيك عني. فمن كان على هذا النحو، على هذه الشاكلة،